طبعا انا عارف ان ناس كتير بتتكلم على الاسعار وان الاسعار عندنا مرتاحه الحمد لله بفضل الله، اقل من كل الناس، وحتى في ناس بتحاول تنافس بس ما قدرتش توصل للسعر بتاعنا. مع ان كلنا طبعا وكل التجار، ودي حاجه لازم تعرفها ولازم تتاكد منها، ان كل التجار بتاخد من مكان واحد وهي شركه ابو حوا. يعني المنتج اللي عندي هو اللي عند غيري، بخلاف طبعا ان في ناس بتجيب المصري وتبيع عليه المستورد، ده تتحاسب عليه قدام ربنا. كل واحد حسابه على الله. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعرفها ان مفيش حاجه اسمها 75% وحاجه اسمها 100%. هي المكنه استيراد يا مكنه عاديه او اتش جي واصلي. طبعا الاتش جي هو المصري، عشان في ناس بتبيع الاتش جي تقول لك ده فرز اول والكلام ده كله. طبعا الناس بتقول لك 75%، تقول له ليه 75%؟ يقول لك اصل الشاسيه مصري لكن المكنه باقيه كلها استيراد. طب ما انا لو المكنه ال 75% كامله كلها استيراد من غير الشاسيه، يبقى هي نفس المكنه الاستيراد من غير الشاسيه. طبعا لو سالته هقول لك لا. يعني لو قلت له الموتور ده نفس الموتور ده هقول لك لا. طب طقم الصاج لا. طب العجل لا. طب العداد لا. طيب معلش يا ناس، يعني لو ده كله لا، ايه اللي في المكنه استيراد يوصلها ل 75%؟ ليه مش 80؟ ليه مش 65؟ ليه مش 60؟ طبعا ده كله كلام يعني عشان خاطر بس المبيعات، وطبعا احنا بنحس ان ده تدليس في البيع والشراء. خليني اقول لك على حاجه حلوه، ان المكنه الاستيراد استيراد والمكنه العاديه عاديه، مفيش بينهم اختلاف. ان في بينهم اختلاف طبعا. الفرق بين الاستيراد والمصري زي ما قلنا على طول، ان الفرق بيبقى في الخامات والتقفيل والجوده. خلاف كده المكن كله جاي من مكان واحد من بره. في ناس كتير بتستغرب يقول لك ان ده من المكن جاي من بره يبقى كله استيراد. احنا في الشركه بنسميه اتش دي وبنسميه اصلي. اللي كان في الشارع بالاتش جي بيتسمى مصري والاصلي بيتسمى استيراد. ايه الفرق بينهم؟ قلنا الخامات والتقفيل والجوده. طبعا بتفرق الخامات في كل المكنه، يعني في الحديد بتاع الشاسيه، في الالومنيا بتاعه الموتور، في الالومنيا بتاعه الجنط، الصاج بتاع طقم الصاج، البلاستيك، كل حاجه بتختلف فيها خامات. تاني حاجه بتفرق عندك طبعا قلنا التقفيل. التقفيل ده مش التجميع، يعني انا بجيب المكن صناديق وبجمعه هنا، ده اسمه تجميع مش تقفيل. التقفيل ده اللي هو الحام، الشاسيه، دهان طقم الصاج، تقفيل الموتور وكبسه، فمختلف عن. ثالث حاجه هي الجوده، ان في عندك جوده بتراقب على الشغل تقول لك ده مطابق للمواصفات القياسيه، ده ستاندرد، ده رقم واحد، ده ينفع يكون استيراد، ده ينفع يكون عادي. تمام. طيب خلصنا من النقطه دي، ودي حاجه مهمه جدا لازم تعرف ان السعر عندنا، انا الموضوع عندي مش موضوع سعر قد ما موضوع ان هو بيع، وان ده تعامل وهتتحاسب عليه. طبعا لازم اول اي حاجه سواء كنت بتشتري او بتبيع او اي حاجه، ان انت تخلص النيه في العمل عشان خاطر ربنا يكرمك عليه، وان الموضوع بالنسبه لك ما يكونش موضوع ربح وخلاص.